السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم فيديو جديد وخبز جديد كيف ما قلت لكم. يعني أنا مازال لي الله بديت في السلسلة ديال الخبز. يعني كيف ما شفتوا في الفيديو السابق كنت درت الخبيزات ديال السميدة، يعني سميدة بوحدها ما معها حتى شي حاجة. وجاو خبيزات زوينين رائعين كيف ما شفتوا معايا. كنتمنى هذا الفيديو تاوينا الاعجاب ديالكم. لأول مرة كيشوف الفيديو ديالي يتابونا معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. كنتمناو من الله التوفيق ثم منكم. الا ما كنتوش نتوما ما غاديش نكونوا حنا وما غاديش يكبروا هاد القنوات. نتمناو من الله الخير وفي الحقيقه للجميع يا ربي. كيف ما قلت لكم اليوم الخبز ديال الشعير. انا هنا عندي البلبوله رقيقه ماشي الغليظه، يعني البلبوله رقيقه هذه ديال الخبز ماشي المحراش. كيف ما كتشوفوا يعني راها رقيقه بزاف، واخا تبان بحال هكا في الفيديو، ولكن راها رقيقه حيت ما غاديش نفزقها، وغادي نفزقها واحد الوقت قصير ماشي بزاف. ماشي بحال البلبوله مثلا نقدر نبيتها مفزقه اللي غندير بها المحراش مثلا. ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو ديالي ثاني على المحراش ديال الشعير بوحدو. كنفزقها في الليل وكنخليها. هذا لا، هذه غادي نفزقها على شويه حيت رقيقه، وباش يجي الخبز نيت رطب ما يجيش قاصح شويه كيف من المحراش العادي اللي تنعرفوا. هنا عندي شويه ديال البلبوله كيف ما قلت رقيق، كيف ما قلت لكم رقيقه، معها واحد شويه ديال الملحه. انا غادي نخلط معها شويه ديال الطحين ديال الشعير. هذا الطحين ديال الشعير انا غربلته من هذه البلبوله. عندي هنا شويه ديال الحمراء ديال القمح، يعني ديك النخاله الرقيقه ديال القمح، وبطبيعه الحال عندي شويه الفورص باش يتجمع ليا. هذا الخبز هو بلدي، ولكن ضروري دخلت فيه هاد شويه الفورص. ان شاء الله غادي يكون خبز بلدي، يعني 100%. ما غاديش يكون فيه حتى شي حاجه ديال الفورص، غيكون بلد يعني خبز بلدي بالخميره البلديه. كيف ما قلت لكم السلسله ديال الخبز مازال عندي طويله شويه. كنتمنى من الله التوفيق ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نعجن هاد الخبيزات. بسم الله. انا غادي ندير شويه الخميره بلديه. انا عندي شويه الخميره بلديه غادي نديرها هنايا. الخميره البلديه باش انا كتعجبني صراحه، واخا غادي ندير معها الخميره العاديه كيبقى المذاق ديال البلديه كيجي زوين. كيف ما عرفتوا الخميره البلديه ضروري ما خصهاش تقطع. انا حيدت شويه وخليته تنعجن عاوتاني ونخلي شويه. هذا هي الطريقه باش كنخلي الخميره البلديه. هنا شويه الخميره ديال العاديه المعجونه. عندي واحد شويه ديال الكمون. تيعجبني الكمون مطحون في هذا الخبز ديال الشعير، كيجي واحد المذاق زوين. صافي دابا غندير شويه الماء ونخلي ديك الخميره تطرطب شويه. كما قلت لكم الخميره ديال البلديه كتجي بنينه، خصوصا مع الخبز ديال الشعير، ولكن كتجي حاجه اخرى ملي كتكون ما فيهاش نهائيا هذا الروميه، تكون عاد البلديه بوحدها. ان شاء الله غادي ندير عليها واحد الفيديو حتى هي مع الخبز الشعير البلدي يعني الاصيلي. صافي غادي نغطي عليها وغنخليها حتى تشرب واحد شويه ماشي بزاف، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوز باش ندير عليها الطحين اللي مازال ما درتوش. دابا غادي نعري عليها وغادي نعجنها. بسم الله. يعني خليتها واحد ما عرفتش شحال في الحقيقه، ما حسبتش شحال من زعما شحال ديال الوقت، كاينه ماشي بزاف، ما عرفتش شحال، ولكن شي 10 دقائق هكاك. حيت السميده رقيقه هذه ديال الشعير ماشي غليظه، يعني دغيا تشدات مع بعضياتها كما كتشوفوا. يعني هذيك الطحين تاع الشعير والفورص وديك شويه ديال السميده ديال الحمراء ديال القمح. صافي دابا غادي نزيد عليهم الماء ونخلطهم مزيان. صافي هذا هو القياس اللي بغيت ديال واش مرخوفه واش قاصحه، بين وبين. حتى طحين الشعير كنا كنعرفوا ما فيهش الخير. غنغطي عليها واحد شويه
غير ترتاح. وغادي على ما نغسل يدي ونوجد فاش غادي نكرسها، وغادي نرجع نكرسها، ما غاديش نتعطل عليها. دابا غادي ندوز باش نكرسها. بسم الله. غادي نجيب واحد القصريه صغيره، وغادي ندير، ما غاديش ندير الخبيزات كبار ديال هاد الخبز ديال الشعير، نديرو صغير شويه. يعني ساهل طريقه اللي ما بغاش يدير خبيز ديال الشعير يعني صحي بحال هكا مره صافي. غنستمر حتى نكور كلشي هاد الخبيزات اللي عندي ونشوف شحال غادي يجيو. صافي دابا غادي نبدا نكرس من بعد ما كورت كلشي الخبيزات. صافي غادي نكرسهم، ما غاديش نكرسهم، ما غاديش نرققهم بزاف. كيف ما شفتوا فيهم طحين الشعير، وطحين الشعير مازال البلبوله كتكون مع شي قمح مع شي حاجه كتطلع شويه، ولكن الا كان على الطحين ديال الشعير كيكون شويه، كيجي الخبز رقيق ما تيجيش غليظ. صافي كيف ما شفتوا غادي نخليهم غلاط شويه، ملي كيطيبوا ما تيطلعوش. صافي انا كرستهم، انا درتهم في اللاطه وغادي نخليهم يخمروا، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزهم باش نخشيهم في الفران اللي غادي يكون سخون، الفران ديال الغاز حقيقه. انا رجعت معكم من بعد ما خمروا لي الخبيزات. صافي دابا غادي انا درت الفران يسخن، الفران ديال الغاز. دابا غادي نتقبهم بهاد الفرشيط باش ما يتنفخوش ليا بزاف. كما كتشوفوا خمروا مزيان. صافي دابا من بعد ما تقبتهم غادي نديهم للفران ندخلهم باش يطيبوا. كيف ما كتشوفوا هما في الفران تيطيبوا، يعني بداو كيتنفخوا. انا رجعت معكم مره اخرى في النهايه ديال الفيديو ديالي اللي درت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم. كيف ما قلت لكم الخبز ديال الشعير صراحه زوين بزاف، وهذه ثاني فيديو غيكون عندي ان شاء الله في السلسله ديال الخبز. مازال عندي الاشكال ديال الخبز ان شاء الله غادي نديرهم معكم. في الحقيقه خليتهم بردوا شويه، انا غنقسم واحد الوحيده باش نشوفها كيف جات. يعني كيف ما شفتوا يعني الخبز ديال الشعير كيكون اللون ديالو المعروف هو هذا، وطاب مزيان في الفران. كان كيف ما قلت لكم هو كياخذ واحد الوقت شويه في الفران باش كيطيب مزيان. باش كنعرفوه طيب كتكون ديك القشره الفوقانيه حتى هي ولات حمراء، يعني الاخره من غير البابه الدخلانيه. يعني هذا كيكون الخبز راه طايب مزيان. صراحه كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجوه مع الاصدقاء، وما تبخلوش عليا بلي لايك. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.